أرجوك أخبرني عن سيدي الحسين. من هذه المرأة المذهولة؟ إنها أم البنين. حقا إن هذه المرأة المذهولة نسيت أن تسألني عن أولادها وتسألني عن الحسين. سيدتي، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن ولد الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. سألتك عن عثمان، قلت أخبرني عن ولد الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. إن ولدي وما أظلت السماء فداء للحسين. تكسر قلبي، أخبرني عن الحسين. اللهم أعني على ما أنا فيه، فوالله ما رأيت امرأة أربط جأشا منها. قتل أولادها وهي تسألني عن الحسين. لا تشعل قلبي نارا، أنبئني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بخبر العشيرة أبي الفضل العباس. لقد والله قطعتني يا قلبي. بالله أخبرني عن سيدي وولدي الحسين. يا أمه، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. من بالباب؟ إن سيدتي زينب لا تريد أحدا يدخل عليها إلا من فقدت عزيزا وغاليا لها في كربلاء. قولي لسيدتك زينب أني شريكتها في هذا العزاء، وأريد أن أدخل عليها لأساعدها، فمصابها هو مصابي. مولاتي، هناك سيدة في الباب تقول أنها شريكتك في المصاب. سليها، من تكون مثلي في المصاب؟ إن صدق ظني فإنها أمي أم البنين. أمرك مولاتي. تقول سيدتي زينب: من أنت التي مثلها في هذا المصاب؟ إنني ثاكلة، أم المصيبة العظمى. ومن تكونين؟ أنا الحزينة، صاحبة الفجعة الكبرى. فمن أنت؟ أنا أم البنين، أم البنين. أنا أم البنين الفاقدة 4 شباب، الفاقدة 4 شباب. أنا أم البنين الفاقدة 4 شباب. عظم الله لك الأجر بأولادك ال4 فتنة.